السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم جيتكم من وصفات ام نادين، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. اليوم راح اسوي لكم حلا سريع وطيب بمكونين، وان شاء الله يعجبكم. وقبل لا ابدي بالحلا راح اشوف تعليقاتكم الحلوه الدائمه، تعطيني طاقه ايجابيه وتخليني استمر بالقناه. ونورتوني متابعيني الجدد، وان شاء الله تعجبكم قناتي. ويلا خلونا نبلش بالحلا. هذا الحلا بسكت. عندي هذا الكيك نستل يعني، وعندي هذا الكاكاو. البسكت راح اطحنه بالمطحنه، وخلونا نبلش هسه بالطريقه. هسه هنا راح نطحن البسكت، يعني شلبت على البسكت. طبعا هو نستل بس ما اعرف انا شو، بس انا ماخذ على البسكت. هنا عندي هذا النستل مال كاكاو، انت اي نستل تحبينه، اي نستل تحبينه تخلين، وهم يصير بسكت عادي مال كاكاو هم يصير. طيب بس انا حبيت اليوم اجربه بالنستل. هسه هنا نطحنه. انا تريد هيك. خليني اسوي الكميه الاخرى. انا دائما اسوي هاي الحلويات للاطفال، بس اول مره اجربه بالبسكت ماشي بالنستل. دائما اسويه بالبسكت يطلع طيب. بهالطريقه هذه راح اخلي من هذا الكاكاو بكاسه موعظ مي حار، واضيفه على البسكت ونعجنه وارجع لكم. بنات هسه الحين موعت الكاكاو. خليت هذا الكاكاو، خليت من هذا الكاكاو خليته بكاسه، وخليت عليه خشبتين زيت، وخليت جدريه بها مي، تفهمكم اكثر، جدريه بها مي، وخليت بها الكاسه مالت الكاكاو، وخليت خشبتين زيت ببطن المي الحار وماء. تمام. شوف شلون صار. انا صورت بس سبحان الله الموبايل ما صور، طافي التصوير. هسه هيك ونعجنه الا يصير مثل العجينه. هسه الحين عجناها وخلصناها. الحين راح ناخذ بهالطريقه هذه سويناها. انا جربتها بالبسكت طريقته حلوه، بس النستل شويه هيك ما انعجن، ضوجني بالعجين، بس يعني صارت هذه. عجبتنا الفكره مالت النستل، حسيتها اطيب. طبعا هنا عمال يشتغلون يصلحون بالعماره، صوتهم. كمل الكميه وارجع لكم. هسه هنا خلصنا الكميه كلها، شوفوا بهاي الشكل. وهنا عندي كاكاو، فراح اخليه بهالطريقه هذه، وتشيلينها خلينها هنا. راح اسوي الكميه كلها وارجع لكم حتى المقطع ما يطول عليكم. بنات هنا خلصنا الحلا. شوفوه يجنن، سريع وخفيف وشغلته سهله جدا. وهنا خليت هاي الزينه البسيطه، واي زينه عندكم، جوز هند، فستق اخضر، خلوا فوقه يطلع كلش طيب. وهنا تشربون معه فنجان قهوه. وبنات هنا راح اختم وياكم المقطع. وبنات اطلب منكم طلب، الرابط مال قناتي انطوه لاصدقائكم لاقربائكم، حتى قناتي تكبر بوجودكم. واشكركم لدعم قناتي، ولا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامه.